قدم لقاء كبيرا الى جانب لاعبات اولمبيك خريبكا، وتمكن فريق الشمالكي من الفوز بلقبين بهدفين مقابل هدف واحد امام فريق شباب اطلس اخونا فرا. فيما يتبادل لاعبو فريق الفتح الفرحه والتحيه مع الانصار مراسل فريق الفتح اثرهم طويلا هذه المقابله، وعشرات المصورين لم اقل المئات الذين اتوا الفضاء هذه المقابله النهائيه يؤرخون للذكرى هذا الملعب الاسطوري، هذا الملعب الجميل جدا، هذا الملعب الايقونه الذي يحق لنا كمغاربه ان نفتخر به لانه اعطى اشعاعا اخرا فيما وسط هتافات الاف من المناصرين هنا بالرباط. هذه المقابله التاريخيه اتت الفضاء، وبعد حين سيتسلم عميد فريق قبل ذلك عميدة فريق جيش ملكي تتسلم الكأس من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. الجيش الملكي فازت بالأمس على طريق شباب أطلس خنيفرة بهدفين مقابل هدف واحد، والآن الشيحاني يتسلم من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن هذه الكأس الغالية في هذا العرس الرياضي الذي عرف نجاحا كبيرا، وعرف كذلك افتتاح هذا الملعب الأيقونة أمام الآلاف من المناصرين وعشاق كرة القدم في تظاهرة رياضية متجذرة في عمق الوجدان المغربي، في تظاهرة رياضية تحظى برعاية ملكية سامية، في تظاهرة رياضية تحظى بمتابعة إعلامية كبيرة، تحظى بحضور جمهور وازن كما كان شأن في مقابلة اليوم. كما قلت 45 ألف متفرج أتته الفضاء، أعطوا رسالة أخرى مشفرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي حرمنا من تنظيم كأس إفريقيا للأمم ومنحها كان متوسطا، إنما هذه لقاءات الكأس دائما حبلة بالمفاجآت، وحتى الإيقاع لا يكون مرتفعا لأن الكل يبحث عن التتويج ولا سعي على التتويج. إذا الشيحاني مسرور منتشي مزهو، سألوا ذلك أن باقي اللاعبين كل مكونات فتح والآلاف من المناصرين فيما نيل يمكن نقول خيبة أمل لأنصار فريق نهضة البركانية، ولكن هذه كرة القدم، هذا هو حال كرة القدم. يعني إلا انهزمت بركة اليوم ولكن انهزمت بشرف وبالرباط وأمام فريق كبير اسمه الفتح اللي متوج ب5 ديال المرات ولعب النهاية الثامنة. يلزم الفريق البركاني وكل المنطقه الشرقيه تفتخر بهذا الفريق البرتقالي اللي تغيرت في اشياء عديده، يجب الاعتراف بذلك، والعلامه الكامله لانصار فريق النهضه البركانيه انه جمهور رائع وجمهور مثالي، ولا يخدش كبرياء الخصوم ولا يتفوه بالكلمات النابيه، فبذلك رائع هذا الجمهور البركاني في بركان في كل المدن التي صادفته فيها، فهو يحمل نعطيه العلامه الكامله لانه اعطى الاضافه واعطى الاشراقه واعطى الصوره المضيئه لاهل بركان، يعني الذين يحبون الرياضه حتى النخاع. اذا وسط هذه الصور التي تؤرخ للذكرى بعد الاجيال الذهبيه السابقه، هذا الجيل الحالي يتوج واول سنه للمدرب وليد الركراكي. يمكن وليد الركراكي الان بدا الخطوه الاولى. هنا لما كان ذكيا لما قال انا محزم بالرجال بهذه العباره، وقال بانه ما وصلت اليه الفتح هو باقدام اللاعبين، يعني هنا ازال الضغط على نفسيه اللاعبين، والدليل هداو له اللقب، والتاكيد انصار الفتح سيقضون ليله بيضاء، عوده الدفء لكل اوصال فريق الفتح وعوده ضخ دماء جديده في شرايين فريق الفتح. الفتح الذي يشكل الى جانب الجيش الملكي قطب كره القدم الوطنيه بالعاصمه، وبالتالي يعطيان يعني انتعاش على مستوى الاداء الكروي والفني، فيما يغادر في حفظ الله ورعايته في هذه الاثناء المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير مولاي الحسن الذي ترأس هذه المقابله التاريخيه هنا بالرباط، والتي انتهت في الوقت القانوني لفائده ابناء العاصمه بشون مزهوون رفقه الالاف من انصارهم، والكثير من انصار فريق النهضه البركانيه غادروا الملعب. نقول لا خوف على النهضه البركانيه، ودوره شرفيه للاعبي فريق الفتح في هذه المقابله ادخلتهم التاريخ
ادخلتهم من التاريخ، وبالتالي يعني يتقاسمون هذه الافراح مع انصارهم. يعني التكنيك، يعني الرجه اللي وقعت في هذه المقابله هي العوده ديال الاهلي في الانصار، عطات واحد الشحنه سيكولوجيه. الفورم من طرف الرفيع الى باطن القدم.